هلا هلا، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ عساكم بخير. ورجعنا ويا فقرة مشتريات من أربيل. طبعا خلصت تنظيف البيت وكملت، وتعالوا خل أراويكم شنو اشتريت من هناك يا حبايب قلب. أول مشترياتي كانت من هذا المحل اللي موجود بكل المولات، المحل الصيني يصير. أخذت هاي القطع من عنده، كلش حبيتها، مال تقسيم مال ملابس داخلية مال جواربات. أخذت هذا، وخل أفتح لكم هذا همينة وأراويكم إياها. طبعا من ندخل بمكان ثاني لازم يكبسوها. فتحت لكم إياها، تصير هذا اللون صناديق همينة لحفظ الغراض، كلش كلش حلوة ومفيدة. طبعا من أفتحن همينة أراويكم إياها حبايب قلبي. أخذنا من السوكيكي، طبعا يعني ما أعرف المواعيد، بس إحنا من ضمن هاي المشتريات حراويكم إياها. تمام. أخذنا أبو تمار أخذ هذا السيت مال الجواربات، اللون النيلي، لأن هو هواية يستهلك لون نيلي. تمام. وأخذت هذا العطر مال فراش أو مال جو، كلش كلش طيب عندهم، يجنن. هاي للمرة الثانية أخذه من عندهم. تعالوا خل أكمل باقي المشتريات. ونكمل فقرة مشتريات. أخذت رحت السوق المنارة، رحت لنيوهم أربيل. أخذت هذا اللون، طبعا هو كان عاجبني غير ألوان، بس ما لقيتها صراحة. كان عاجبني برتقالي، الوردي، يعني هذا الطوخ ما لقيتن. أخذت هذا اللون الكويتي، وقال وهم أنا راح أجيب بعد وجبة اللي هي نفسها مال ديكور اللي أحطها. وأخذ أبو تموري من ماركة باناسونيك، طبعا من سوق البالة، بس جدد هذا. أخذ هاي الفرشة مال أسنان اللي هي الضخمي، وهواي عمليات بيها كلش، يعني هو كان دا يدور عليها. تمام. وأخذنا أيضا هذا الجهاز، مو جهاز إنما هاي الآلة ما تدليك ما الظهر. أو تماري يموت على هاي السوالف. كلش حلوة، همينة من يم سوق القلعة. هذا أخذت من يم سوق القلعة، هذا القوري والكتلي، كلش عجبني كلش، وحجمه كلش الصراحة ما دلحك شاي يعني. فهذا شفت الحجم مناسب لعائلتنا، فأخذت هذا. وقال هو لازم سيت يعني تاخذون، فأخذت يعني هو هذا السيت الصغير، وهذا الكبير مالته. هذا قلت لأبو تمار مال حليب، مال وحدي يخدر، يعني يخدر بيه حليب أني قلت، وهذاك شاي. تمام. أخذنا هاي القمصلة اللي جنن، كلش كلش حلوة، وفالثخن مو طبيعي التموري. تمام. وأبو تموري أخذ من تشاكان جونز هذا البنطلون، وأخذ هاي الجواربات همينة، طبعا هاي للولد وإله، وهذني همينة 2 قطعتين. وأخذنا هاي الجفوف تصير جلد همينة من تشاكان جونز. تمام. وأخذنا للنونو من ماركة أديداس هذا البوتين، كلش كلش حبيته ويجنن، كلش حبيته. تمام. وهذا الإصدار الجديد مالتهم همينة من ماركة أديداس، هذا كلش أبو تمار حبه، كلش عجبه. تمام. هاي أخذنا له القطعتين. وخرت الباكيتات من عندها لأن صار هواية وزن عندنا. تمام. أخذنا هذا همينة للنونو، كلش عجبنا. هذا الشفت ما أعرف شي يسموه صراحة، كلش عجبني. تمام. وأخذنا له هذا البنطلون الليلن همينة كلش حلو. وأخذنا له هذا التيشيرت يصير بهاري، يعني يلبس بالبيت بالمدرسة بأي يعني وين مكان. تمام. أخذت من مول فاب ميلي هذا البوت، مسوين عليها تخفيضات، كلش عجبني كلش حبيته. وأخذت من نفس المحل هاي الجزادين همينة كلش حلوات وكبار، هذا اللون وهذا الثاني. تمام. وأيضا أبو تموري أخذ لي، وهنا أبو تموري أخذ لي هاي الجنطة اللي تجنن، كلش كلش حبيتها، وذوق ونزاكة، ويعني فشي مو طبيعي. هو رهمت هاي أول شي أخذ لي الجنطة، فرهمت على أساسه البوت
همينة أنا ردت أسود، بس الأسود القياس مالتي طلع ماكو، فأخذت هذا اللون قلت مقارب للجنطة. تعالوا خلينا نكمل باقي المشتريات. وهنا حبايب قلبي طبعا على مود لملم يعني أراويكم البقايا. أخذنا من هاي الشخصيات للأولاد رادوها كلش حلوات. هاي الشخصيات معروفة اللي هو ناروتو، ويعني هاي الشخصيات الكرتونية بس كلش ثقال، يصيرن أوروبيات أصليات هذني 100%. القطعة على 35 وعلى 25. نون شراد راد السونيك كل الألوان. طبعا هاي مفصول الراس عن الجسم، هسه يقدر هو يعني يركبهن. تمام. هذا السونيك 8 قطع، 8 قطع ب35,000، اللي هو الأصفر الأسود الأزرق الأبيض والأحمر والأخضر ياته. هذني هاي الألوان مالته 8 قطع ب35,000. والطاها مينه هدية ياتن هذني شو يسماهن والله النونو مال ناروتو. ايضا هم ما راويتكم اياها من ماركة براون. اخذها هاي التموري يسوي بيها لحيته وشواربه لان كبروا هو وعموري. هاي همينه اخذ لهم اياه الماكينه ابو تمار. واخذت هذا طبعا هذا هنا متوسخ عادي مال الطير. اخذت هذا الشرشف مال ميز الاوتي ثخن مو طبيعي، كلش عجبني فاخذته. بما انه اني اكو هوايه اخذت هذا همينه حبايب قلبي. خل المهن واراويكم البقايا. طبعا وهنا أنا اخذتهم من سوق البالة. هاي الاشياءات اللي تجنن. طبعا هذني كلهن جدد وكميات مهوله والاصليات 100%، لان ذيك المره همينه اذا شفتوا همينه اخذت من عندها، بس هالمره ما ادري يعني ماخذه كميه انا بس ما ادري بيها الصراحه. اخذت هذني القطع وهذني هاي مال كيك تفيد مال يعني حلويات، وهذني لثلاث خواشيق للجدورة التيفال للهاي كلش حلوات. وهنا أنا أبو تمار أخذ لي هاي السكاكين مال الهاي للحم، وحدة من عندهن ما أحكي لكم الحدية مالتها مو طبيعي. وهنا أنا أم المنشار وهمينة حادة بنفس الوقت. وأخذ لي هاي الآلة من ماركة تيفال الأصلية همينة تجنن. تمام. ما أحكي لكم الثقل مالتها فشي مو طبيعي. من نفس المحل أخذت هاي السيتات مال شموع هيك تصير رباعية بس كبار. وأخذت هذني أول شي للفوانيس هذني الذهبيات اللي عندي. هذا لقيت الحجم عنده وهذا اللون فأخذتهن قلت ما مدى ألقى. وأخذت هاي الشموع همينة هيك الحجم مالتها يصير كبار. وأخذت هذا الحجم همينة مال شموع ناقلة شموع الدنيا. وأخذت هاي الجلافات اللي تجنن. أبو تمور عجبته هاي الكاسات على شكل سمكة، هذا اللون 2 أخذ وهاي اللون كلش حبهن. تمام. وبعدين دا نفتر همينة بسوق البالة لقينا محل كله يبيع أشياءات أنتيكة يعني هاي القديمات، فشفناهن هاي الشموع هم لمحن أبو تمار. كان دخلنا له سألنا بيش، كان يقول قال له قصي بس هاي تموع لأن إحنا أخذنا مرة وما قال له هاي أوريجينال إنجليزي فما تموع هي تباعوا العلامات مالتها. قال له أبد ما تموع هاي سنتين الظل. أنا عندي بالبيت قال له سنتين بالضبط. فأخذنا هذا السيت هو اللي هو الكبيرة الوسط والصغيرة على قد الأحجام مال فوانيس أخذناها حبايب قلبي. هذه كنا يعني راح ينضمن الغير يعني استعمالات راح استعملهن حتى لو أنا أشغلهن للبيت. تمام. هاي كانت مشترياتنا. وبعد أكو هنا من LTB اللي راويت لكم إياها البلوزات مال أولاد ما راح أفتحهن راح أخليهن بتغليفهن. خل أراويكم مال أبو تمار لأن أنا فتحتها يعني أوردي بالفد. هنا أنا أخذ هذا الجاكيت كلش حلو باللبس يجنن كلش حلو. تمام. وأخذ هذا اللون القميص. تمام. وأخذ هذا الجينز. أبو تمار من مستهلكين الجينز كلش هواي يستهلك لأنه هواي يلبس. والأولاد تيشرتات عليها الطبعة ما تدب كلش حلوات. إذا متابعيني على الانستغرام
واللي متابعيني على اليوتيوب همينه نشرت لهم اياه هنا يعني هناك بالستوريات حبايب قلبي. هاي كانت مشترياتنا من الشمال. ان شاء الله عجبتكم. بقت الحلويات هسه خل ألملم هاي الغراض واراويكم اياها حبايب قلبي، لان عثنا في الارضي مفسدين، باوعوا العلاليق والحبشكلات قبل ما يجون الولد. خل ألملم نكمل باقي مشترياتنا. طبعا هاي نسيت اراويكم اياها. اخذت هاي العلب مال بهارات 15 قطعة هناك، لان سعرها كلش مناسب، والحلو بيها تشتعل اضوية من جوا. يعني هاي اللي عجبني. هسه اشغل لكم وحدة واراويكم. تمام. قلت اطبع هاي القطع مال بهارات عليها واستخدمهن ان شاء الله. طبعا رحنا الحلويات نفيسة اللي هو ابو تمار، دائما يروح لهم من يروح سوريا والعمال، يقول كلش مشهورات. الحلويات مالتهم تجنن تقريبا، يعني قريبة وبعد أطيب من مال أبو عفيف الصراحة. فأكلنا من يومهم مدلوقة وكنافة، وأخذنا همينا علبة حلويات جبناها طبعا من عندهم. هنا 3 فرع فتحوا ببغداد بالمول، بمولات 2 بمولات 2 فتحوها، وهسه رح يفتحون لا يعني محل عملاق شلون رحنا له بأربيل. أخذت طبعا من ضمن الحلويات أخذت مربيات، مربى التين، وأخذت هاي العنجاص، وهذا حب الرمان. تمام. كلش طيبة بالزلاطات حب الرمان. أخذت هذا الشوكليت كلش طيب، يعني طعمه كلش طيب. أخذت جيلاتين للأولاد. طبعا أنا هنا مسوقة من ورا غار، بس لازم أجي يعني أفرحهم شوية بيها. أخذت لهم هذا الجيلاتين يحبوه، وأخذت لهم هاي الليرات الشوكولاتة، وأخذت نص كيلو من هذا القمر الدين، وأخذت العلش المي الأصلي 100%. طبعا هذا من الشجرة يخلوه بهاي العلب بالضبط، هذا أصلي 100%. من هذني أخذت علبتين طبعا، وأخذت من هذني همين القطع هذا. وهنا أنا أخذت القيسي مالتهم الأصلية اللي بدون مواد حافظة. طبعا هنا الألوتش بحد هذا حتى للدومة، قالت تخليه لأي مرقة حامضة تريدين تخليه للبامية تجنن، بس تنقعيه بمي حار رأسا يذب روحه. وهنا خلط لي القيسي همينة نص كيلو، همينة مالتهم بدون مواد حافظة، يعني مو مثل ذاك الإيراني، لا هذا مالتهم مال شمال يعني الأصلي. وأيضا أخذنا كيلو من أبو تمار كلش عجبه السماق الحب، قلنا نخليه بهاي الطاحونة ونطحنه فريش أول بأول، لأن طعمه يختلف عن الطعم اللي هنا، حتى لونه يختلف الصراحة. خلص هاي كانت مشترياتنا حبايب قلبي من أربيل. إن شاء الله عجبتكم. أريد تعليقاتكم لايكاتكم وتوجهوا لي قد ما تقدرون تنشرون القناة مالتي، انشروا لي اياها حبايب قلبي. مع السلامة ونلتقي بفيديو جديد. بعد ما فتحوا هداياهم تموري وعموري حبيت اراويكم البلوزات مالتهم اللي اخذتها من لوفيان. شوفوا الخاماية مالتها تجنن، فشي مو طبيعي، كلها فرو من الداخل. طبعا هذا العمار وهذا التموري اخذت لهم اياه. شنو رايكم بيها؟ كلش حبيتن وعجبني.